الطفل بيبكي الخوف مليه وجسمه بيترعش. في الحالة الطبيعية وجود أب أو أم بيشوفوا البكا ده ويحتووه بيحول التجربة عند الطفل من رعب لأمان. وهنا الطفل بيتعلم حاجة أساسية جدا، إن الألم ليه نهاية، وإن في حد بيقدر يساعده يسيطر على ألمه ده لحد ما يتعلم يسيطر عليه بنفسه. وده بيخلق نوع من الحماية النفسية للطفل بتفضل معاه طول حياته. لكن في جانب تاني من القصة، في أطفال بيبكوا ومفيش استجابة، ده ممكن كمان يتم إهمالهم أو حد يتعامل معاهم بقسوة. مع التكرار الطفل الخايف ده بيبدأ يتعلم إن بكاه ده ملوش معنى عند الناس اللي حواليه. ومن هنا بيحصل تغيير مهم جدا في الطفل، بدل ما بيعبر عن خوفه بيتعلم يكتمه. والنمط ده للأسف ما بيقفش عند الطفولة، لما يكبر أي موقف فيه ضغط أو رفض أو فقدان بيرجع نفس الإحساس القديم، إنه لوحده وإن مفيش حد هيجي. لما الطفل بيخاف من نفس الأشخاص اللي المفروض إن هم بيطمنوه، ده بيخلي شعور الأمان نفسه مش واضح عند الطفل، فالتعافي بيبقى أصعب.